كتير مننا بيلاقي نفسه واقف عند مفترق طرق، محتار وعارف كويس قوي إن كل لحظة تأخير بتضيع عليه فرصة ممكن ما تتعوضش. التردد ده مش مجرد إحساس، لأ، دي تكلفة حقيقية بندفعها كلنا من مستقبلنا. خلينا كده نسأل نفسنا بجد، كام مرة كان في فكرة مشروع جامدة وما بدأناش؟ كام مرة كان في خطوة المفروض ناخدها ومأجلينها؟ كام فرصة ضاعت من إيدينا لمجرد إننا كنا خايفين نقرر؟ التردد ده مش حاجة بسيطة، دي خسارة فعلية. المقولة دي بتلخص الحكاية كلها. التردد عامل زي الحرامي اللي مش بنحس بيه، وبياخد من عمرنا سنين كان ممكن تبقى مليانة نجاح وتجارب، وبيخلي أحلامنا الكبيرة مجرد أمنيات باهتة بنتفرج عليها من بعيد. طيب، في تحليلنا النهاردة إحنا محضرين خريطة طريق واضحة جدا عشان نحول التردد ده لقوة في إيدينا. أول حاجة هنفهم التمن الغالي اللي بندفعه لما بنستنى، بعدها هنغوص جوه عقلنا ونعرف هو ليه أصلا بيقف وما بيعرفش ياخد قرار، وبعد كده هندخل في الجد وهنتكلم عن شوية قواعد ذهبية وأدوات عملية. هنتعلم كمان إزاي نختبر اختياراتنا من غير مخاطر كبيرة، وفي الآخر خالص هنعرف إزاي نبني اللي بنسميه عضلة اتخاذ القرار. تمام، خلينا بقى نتعمق في النقطة دي. في العالم السريع اللي احنا فيه ده، القدرة على ان الواحد ياخد قرار هي اللي بتفرق بين الناس اللي بتصنع الواقع بتاعها والناس اللي بتقف تتفرج على حياتها وهي بتعدي من قدامها. اللي هنتكلم فيه هنا مش فلسفة وكلام نظري، لا، دي مجموعة أدوات عملية جدا. هدفنا هو إننا نرجع السيطرة تاني ونحول الأفكار اللي جوه دماغنا دي لواقع ملموس، حاجة نقدر نشوفها ونعيشها. عشان نحل أي مشكلة لازم نفهم أصلها الأول. فكرة إن العقل بيتجمد في اللحظات المهمة دي مش صدفة على فكرة، دي آلية دفاع قديمة جدا كانت بتحمي أجدادنا من الأخطار زمان. لكن المشكلة إن في عالمنا الحديث الآلية دي نفسها بقت هي العقبة، هي اللي بتضيع علينا الفرص. فيه 3 قوى نفسية أساسية هي السبب في الشلل ده. أول قوة هي الخوف من الخسارة، تاني قوة هي وهم السعي للكمال، وتالت قوة هي طوفان المعلومات اللي حوالينا. ال3 دول لما بيجتمعوا مع بعض بيخلونا واقفين في مكاننا تماما. نبدأ بأول قوة، الخوف من الخسارة. عقلنا بيشغل نظام حماية زيادة عن اللزوم، بيبدأ يرسم سيناريوهات كارثية، بيتخيل أسوأ حاجة ممكن تحصل كأن أي خطوة ممكن تودينا في داهية، وبيخلي أي مخاطرة صغيرة تبان كأنها نهاية العالم. طب وإيه الحقيقة؟ الحقيقة إن معظم النتائج السلبية لو حصلت أصلاً بتبقى أقل بكتير من اللي تخيلناه، وبنعرف نتعامل معاها. أما بقى القوة التانية فهي وهم الكمال. السعي للكمال هنا مش حاجة كويسة، لأ، ده قناع بنلبسه عشان نداري خوفنا الحقيقي من حكم الناس علينا ومن الفشل. بنفضل مستنيين الظروف المثالية واللحظة الصح اللي غالباً عمرها ما بتيجي. والسؤال هنا، كام فكرة عظيمة اتركلت على الرف وإحنا مستنيين اللحظة المثالية دي؟ والقوة الثالثة هي طوفان المعلومات. كل ما بندور على معلومات أكتر بنحس إننا مسيطرين على الوضع، لكن في الحقيقة إحنا بنغرق في دايرة ملهاش نهاية من البحث والتحليل من غير ما ناخد أي خطوة. كل معلومة جديدة بتبقى حجة عشان نأجل تاني. كفاية بقى تشخيص للمشكلة، ودلوقتي وقت الحلول. اتخاذ القرار ده مش موهبة بنتولد بيها خالص، دي مهارة بنتعلمها وبنتدرب عليها، والمهارة دي ليها قواعد واضحة ومنهجية بتحول القلق والتوتر لخطوات عملية نقدر نمشي عليها واحدة واحدة. بصوا، اللي بيحصل لعقلنا بالظبط هو اللي واضح قدامنا ده. لما الاختيارات بتبقى كتير قوي كده، العقل بيحصل له شلل بمعنى الكلمة. كتر البدايل بيخليه مش عارف يختار أي واحدة فيهم، والنتيجة مش بنختار أي حاجة خالص. وهنا بقى بتيجي أول قاعدة ذهبية، قاعدة البدائل المحدودة. بدل ما تفتح على نفسك بحر من الاختيارات، حدد لنفسك بالكتير قوي 3 بدائل بس. الخطوة دي لوحدها بتخفف الحمل على العقل جدا، وبتسرع عملية القرار بشكل لا يمكن تتخيلوه. ودي شوية قواعد سريعة بتعمل إطار واضح نمشي عليه. أولاً، حدد أنت عايز توصل لإيه بالظبط في جملة واحدة واضحة. تانياً، قول لنفسك من الأول إيه أقصى حاجة مستعد تخسرها لو الموضوع منجحش، دي التكلفة المقبولة. تالتاً، القرار الكبير ده كسره لخطوات صغيرة جدا. رابعاً، قول لحد قريب منك على قرارك عشان يبقى فيه نوع من الالتزام. وأخيراً، ودي أهم واحدة، حدد خطوة واحدة بس، خطوة أولى تقدر تعملها دلوقتي حالاً. طيب، إزاي الواحد يتحرك من غير ما يغامر بكل حاجة؟ هنا بتيجي تقنية قوية جدا، فكرة إننا نختبر الاختيارات بتاعتنا على نطاق صغير، نجمع بيه بيانات حقيقية من غير ما نراهن بكل حاجة مرة واحدة. التجربة المصغرة دي ببساطة هي إنك تحول قرارك الكبير لسلسلة من التجارب الصغيرة. يعني بدل ما تاخد قرار نهائي، لأ، أنت بتعمل اختبار صغير الأول عشان تشوف النتائج عاملة إزاي. الحركة دي بتحول الخوف والقلق لمعلومات مفيدة تقدر تستخدمها.
والجدول ده بيلخص الفرق بوضوح شديد. في القرار التقليدي الكبير التكلفة عالية جدا، وقت وفلوس ومجهود، وبتحتاج شهور أو سنين عشان تشوف نتيجة، ولو فشلت التأثير ممكن يكون كارثي. لكن بص بقى على التجربة المصغرة، التكلفة قليلة ومتحكم فيها، بتاخد بيانات في أيام أو أسابيع، وحتى الفشل نفسه بيتحول لفرصة تتعلم منها بتكلفة بسيطة قوي. ودي النقطة الحاسمة هنا. قبل ما تبدأ أي تجربة لازم تحدد معيار الفشل. يعني إيه أقل مقياس لنجاح اللي لو محصلش يبقى التجربة دي فاشلة؟ لو المقياس ده متحققش وقف التجربة فوراً وتعلم الدرس وكمل. ده بيمنعنا من إننا نتعلق عاطفياً بفكرة مش شغالة. وصلنا لآخر خطوة، وهي إزاي نحول كل الكلام اللي فات ده لعادة يومية. اتخاذ القرار ده عامل زي العضلة بالظبط، كل ما تمرنها على حاجات صغيرة كل يوم كل ما بتقوى بتبقى جاهزة للقرارات الكبيرة والمصيرية لما تيجي. ودي شوية تمارين بسيطة وعملية جدا نقدر نبدأ بيها من النهاردة. كل يوم الصبح خد قرار عملي صغير ونفذه على طول. لو في مهمة بقالك كتير بتأجلها، استخدم قاعدة ال5 دقايق وابدأ فيها دلوقتي فورا. اعمل روتين للحاجات المتكررة زي الأكل واللبس عشان توفر طاقة عقلك للقرارات الأهم. ممكن كمان تعمل سجل بسيط لقراراتك عشان تتعلم من نتائجها. العادات الصغيرة دي هي اللي هتبني الزخم وتغير طريقة تفكيرك كلها. خلينا نفكر في الجملة دي شوية. كل قرار صغير بناخده النهاردة هو بذرة بنزرعها في مستقبلنا، ومع الوقت البذور دي بتكبر وبتشكل حياتنا ومسارنا كله. مفيش قرار صغير بيروح هدف. الرحلة اللي عملناها في التحليل ده هي التحول من الإحساس الغامض بتاع التردد والحيرة لمنهجية واضحة ومنظمة للفعل. دلوقتي معانا أدوات نفهم بيها المشكلة، وقواعد عملية عشان نحلها، وطريقة نختبر بيها قراراتنا بأمان. وبكده نوصلنا لآخر الشرح ده بسؤال مباشر. بعد كل اللي عرفناه، إيه هو القرار اللي ممكن ناخده النهاردة، حتى لو كان قرار صغير، عشان نبدأ نحول المعرفة دي لفعل حقيقي؟